واصلت السلطات السعودية نقل آلاف الأفارقة معظمهم من الأثيوبيين إلى دور إيواء تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم بعد اشتباكات بأحد أحياء الرياض أدت إلى مقتل شخصين في أعمال شغب أعقبت حملة على الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل. خلاص يقول اطلعوا من برا مشكلة تبدي. ليش نروح اثيوبيا؟ خلاص يكفي. ما في إقامة؟ ما عندنا إقامة. كم سنة في السعودية؟ 3 سنة ونص. الحين شو بدك تسوي؟ ايش سوى؟ انا خلاص امشي بلاد حقي. اللي ما يبغى سعودي اجنبي ما يبغى خلاص يطلع برا. السعودي ما يبغى اجنبي. ما يبغى اجنبي، اي اجنبي ما يبغى. وكان مئات العمال الأجانب قد اشتبكوا مع الشرطة السعودية في حي المنفوحة جنوب العاصمة في حادث هو الأول من نوعه منذ بدء السلطات السعودية حملات دهم وتفتيش عن العمالة الأجنبية المخالفة بعد انقضاء مهلة منحت للمخالفين لتصحيح أوضاعهم.